الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا ترحيبه بمشاركة المغرب في بطولة الأورو في خطوة تاريخية تؤكد المكانة المتنامية للكرة المغربية على الصعيد الدولي. هذا الترحيب ليس مجرد مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف واضح بأن المغرب أصبح قوة كروية تحترمها المؤسسات الأوروبية ويتم التعامل معه كشريك حقيقي قادر على التنظيم والإدارة وضمان أعلى المعايير الدولية. المغرب الذي أثبت كفاءته في تنظيم البطولات الكبرى بدءا من كأس العالم مرورا بالبطولات القارية، وصل اليوم إلى مرحلة يفرض فيها حضوره حتى على الساحة الأوروبية. استثماراته الضخمة في البنية التحتية، بناء ملاعب بمعايير عالمية، تطوير منظومة تنظيمية متكاملة، كلها عوامل جعلت ملفه للمشاركة في الأورو يحظى بالجدية والترحيب الكامل. هذا الإعلان هو رسالة ثقة قوية في قدرات الكرة المغربية، ويؤكد أن المغرب لم يعد مجرد متفرج على المدرجات، بل شريك فاعل قادر على الارتقاء بالمنافسة والمساهمة في تطوير اللعبة على مستوى القارة الأوروبية. حضور المغرب اليوم أصبح رقما صعبا يحسب له حساب، ليس فقط بالأرقام والنتائج، بل بالاحترافية والانضباط والتنظيم، وهو ما جعله محط احترام كل المؤسسات الأوروبية. كرة القدم العالمية دخلت مرحلة جديدة، مرحلة الكفاءة والاستحقاق، لا الجغرافيا والانتماء القاري، والمغرب أثبت أنه يستحق أن يكون في الصفوف الأمامية سواء داخل إفريقيا أو خارجها. كل هذه الإنجازات لم تحدث بالصدفة، بل هي ثمرة رؤية استراتيجية واضحة، عمل متواصل، وإرادة سياسية ورياضية قوية جعلت من الكرة المغربية نموذجا يحتذى به في التنظيم، الإدارة والتنافس. الاتحاد الأوروبي اليوم يفتح أبوابه للمغرب ليس كضيف، بل كشريك مؤثر وقوة تضيف للبطولة الأوروبية مستوى جديدا من المنافسة والاحترافية. المغرب لا يترك الأبواب، المغرب يفرض اسمه، وترحيب الاتحاد الأوروبي ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة تؤكد أن الكرة المغربية تسير بثبات نحو الصف الأول عالميا، بثقة وبدون أي عقد، وبحماس لا ينضب.